السلام عليكم، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتكم كريم كيتشن ديزاين. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم زوج انواع تاع الحلوى، وهاد الحلوى تقليديه ولازم يكونوا فوق الطابله تاع نهار العيد. لازم عندك العرايش وهاد الشارك مسكر. هاد الحلوى اللي لازم يكونوا من حاجه المخيره عندي في العيد، ما نكذبش عليكم. هادو ماني نحبوهم في العيد، لازم يكون. وشنو هاد الحلوى تاع تاع يما؟ جبت لكم الحلوى الاصل 65 سنه خبره في الحلوى. خاوتي ادعوا لها برك بالصحه، الصحه برك، هذا ما كان ربي يطول لها في عمرها ويعطي لها صحتها. هذا واش نديموندي من عندكم خاوتي، ربي يجازيكم. هذه الحلوى تاع يما. دوك تشوفوا التفاصيل هنا في هاد الليان هذايا. هنا راح نديروا العجينه اللي راح نخدموا بها هاد العرايش وشارك المسكر، يعني راح نخدموهم في عجينه واحده. هنا واش درنا كاس تاع سمن وكاس تاع زيت. اذا تبعوا معايا مليح، كاس تاع سمن وكاس تاع زيت. هنا المقادير اللي راح نديروهم تاع واحد حتى 80 حبه هكذاك، 40 هكذا خاوتي. واش نزيدوا لهم؟ كاس تاع مازهر، ونزيدوا لهم غرفه تاع لافاني. هذا ما كان. نعاودوا الحباب شوط. هنا عندنا كاس تاع سمن، كاس تاع زيت، كاس تاع مازهر، ومغرفه تاع لافاني. ومن بعدك نديروا فارينه شكاره كومبلي، نديروا كيلو فارينه نديروه كامل. نصفوه كيما راكم تشوفوا يما راهي تصفي فيه. انا جبت لكم الاصل، الحلوى الاصل، يعني يما عندها 65 سنه خبره في الحلويات. قالت لكم ادعوا لي برك، هذا ما كان. ادعوا لها ربي يعطي لها صحتها ان شاء الله ويطولها في عمرها خوتي. كيما راكم تشوفوا هنا راهي تخلط في العجينه، ويعني اسهل عجينه تقدري ديريها، ماهيش واعره. عندنا نعرفوا بالايطاليا هي اللي تجي شويه واعره، مي العجينه سهله بزاف. هكذا الحباب. فوالا نتمتم شكلت العجينه تاعها. ودوكا نروحوا نشوفوا الحشو اللي نديروه. هو اللوز. هكذا خاوتي. في اللوز هنايا واش عندنا 300 غرام لوز. نزيدوا لهم غرفه صغيره تاع سكر كريستاليزي، ما تكتروش خاوتي. ونديروا لهم يعني قرصه تاع قرفه، نص مغرفه تاع قهوه هكذا قرفه. ونزيدوا لهم مغرفه تاع سمن باش ما تجيكش يابسه العجينه كي تكون طيب. هكذا خاوتي. وزيدوا لهم المزهر بيان سور. ديروا المزهر حتى وين ينطم هذاك اللوز هكذا. فوالا. هنا كيما راكم تشوفوا راهي تعجن في العجينه تاعها باش تشكل الحبيبات تاعها. هنا بدات بالعرايش. خدات هاد لومبورت بياس راح تخدم به تاع الويت. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا شو كيش حلتهم نورمال. راح ندير لهم الحشو تاع اللوز وتبدا تشكل في الحبات. انا قعدت مستغرب باسكو علاش لا رابيديتي عندها ما شاء الله، تالمون ليكسبيريونس. ربي يحفظها ان شاء الله. هذا ما كان. فوالا مسكينه كبيره 78 سنه. هاد شوف والله ديموندي لكم حاجه برك. هي كي دارت الحلوه قالت لكم ادعوا لي ان شاء الله ربي يعطيني صحتي. هذا ما كان. هكذا خاوتي. فوالا. هنا راهي بدات تشكل في الحبات. شو كيش دارتهم ما شاء الله على حبه. ديرهم هكذا على حبه. وكل واحد عنده طريقه تاع الاستعمال تاع العرايش ولا الحلوى اللي راح يخدمها. المهم هذه بار اكسبيريونس العجوز يما بار اكسبيريونس تخدمهم هكذا. وكيما راكم تشوفوا يبانوا لك صغار وما راهمش صغار، حبيبات ما شاء الله متوسطين بصح شابين بزاف. وصدقوني والله العظيم غير بنات تاعهم ما شاء الله. شو كيش جاو الله يبارك مبسين ما شاء الله. فوالا شو كيش جاو على حبه هكذا. دوك هاي كملت 40 تاعها. هذوك تحطهم في يطيبوا على 200 درجه. شو كيفاش طابوا. تقبتهم من الفوق بيان سور، لازم تقبوهم باش ما يتنفخوا لكمش.
باش ما يجوكمش منفخين. ولازم كما قلت لكم اللوز ديروا له شويه سمن باش ما يجيكش يابس لداخل، باش يكون طري هكذا الحبه. وانا كما راكم تشوفوا دوكا حدير شارك المسكر هكذا، شارك توجدوا دوك كل واحد كيفاش عنده هي عندها ان سيرتان تكنيك تخدم بها الله يبارك. دوك كل واحد كيفاش يخدم. حكمت شويه عجينه كما راكم تشوفوا، قطعتها هكذا شويه ودارت لها الحشو، دارت لها اللوز تاعها وراح تشكل الحبه تو سامبلومون على الطريقه التقليديه تاع زمان، ما كاين ني مول ني والو. دوكا كاين لي مول كاين تاوي الله يبارك يخرجوا لك حبيبات ما شاء الله، مي كومام كل واحد كيفاش يخدمهم. مي ما جامي استعملت هاد لي مول، ولا تخدموهم بيدها، تقول لك انا نخدمهم بيدي ويجوا ما شاء الله ويجوا لاباس عليهم هكذا الحباب. دوك كل واحد كيفاش يخدمهم. فوالا دوكا راهي تشكل في الحبيبات تاعها كيما قلنا، لازم تتقبوهم باش ما يجوكمش منفخين. هاي جاتها سامبل نورمال عادي. فوالا هنا راهي دير في الدوزيام. قلنا كل واحد والطريقه تاعو كيفاش يخدم الحلوى. كاين الاكسبيريونس اللي تهضر ماشي فهمتوا خاوتي. اما معتوده تخدم غير بيدها هكذا ويجوها ما شاء الله. فوالا هنايا تكمل الحبيبات تاعها ومن بعدك حطيتهم يطيبوا كيما الاخرين. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا راهم واجدين. دوكا حدير الطليه اللي فيها شويه خدمه وفيها بزاف الجهد، فيها التعب وديموندي بزاف صحه. ما هو كومام دارتها وربي يبارك. قالت لي ما نسحق حتى واحد يديرها لي، نخدمها وحدي. هنا قبل ما دارتها واش دارت الشربات. بون الشربات تجيك لازم شويه ثقيله هكذا. ديروا كاس بون جوج كيسان تاع سكر وكاس تاع مزهر وزوج كيسان ماء هكذا. وشنو لازم تقليها وماشي تكراميليزيها، تقليها تجيك شويه ثقيله. شربات مي ثقيله هكذا. تحطوها في هاد البياض البيض حطيت واحد 14 حبه 13 حبه هكذاك بياض البيض هكذا خاوتي. زادت لهم هاد نص كاس تاع قارص. وشنو هاد الطليه هاديه حتخرج لك حتى 80 حبه، تقدر تخدم لك حتى 80 90 حبه. زادت لهم غير تاع لافاني وخلطتهم هكذا. قلنا درت شربات، دارت البياض البيض، دارت القارص ولافاني هكذا الحباب. وزادت لهم دوكا سكر كلاص دارت حوالي واحد 8 شكاير اونص تاع 700 غرام هكذا. 8 شكاير اونص تاع 700 غرام هكذا الحباب. بدات تخلط فيهم هكذا بالعقل وبدات تكون في الطليه تاعها. دوك الطليه باش تخرج لك مليحه فيها الجهد، فيها خدمه بزاف هكذا خاوتي. كيما راكم تشوفون هنايا هاي كيفاش تولي لا تكستور تاعها. بصح مازال تزيد لها السكر كلاص. هنا زادت لها المزهر ومازال كانت تزيد اشاك فوا تزيد لها. قلت لكم لحقت حتى 8 شكاير ونص هذه في 90 حبه هكذا خاوتي. دونك الطليه تاعها راهي واجده. درت لها الناكري هذا بلون باش يعطي لها يكون بالكولار هكذا. ومن بعدك قسمتها على زوج باسكو حدير نص حديرو روس هكذا. طلبيه تاع الناس هذه الطلبيه الناس حبوهم يجوا روس كلار. دارت لهم هاد لاكولار هذايا، هاد لاكولار روج باش يجوها روس فهمتوا. شافت هنايا بلي لاكولار تاعها راهي شويه كلار بزاف، زدت لها شويه. هي ماهيش حد ماشي مليح يعني يجيك روز بزاف باين، يجيك كلار دومي كلار هكذا. زادت لهم شويه برك هكذا بالموس وخلطتهم وخرجت لاكولار وجاتها بزاف هبال. فوالا هنايا لاكولار راهي واجده، الطليه راهي واجده. دوكا راهي تعمر في الحبات. فوالا شو كيفاش تجي ما شاء الله. تجيك طروليس فهمتوا. ما يجوش فيها هذوك المفقعات ولا فهمتوا هذوك لي بول ولا لي بولدار ما يجوش. ما الا جاوك فيهم تقبيهم جوست بالكوردون هذا ما كان. دونك الحبه شو كيفاش راهي مازال تزيد تنقى وتسقم وتتشبح بهذا الورد. وهذا الورد هي خدماته في الدار نورمال بالمول.
دوك كل واحد واش حب يدير لهم. دوك هاد الطلبيه تاع الناس هما يديمونديو لك واش دايرين لهم. هادي وجاو بزاف شابين وهبال كيما راكم تشوفوا هنايا. كملت الحبيبات تاع الشارك اللي قعدوا حطيتهم يطيبوا. وهنايا دوكا رايحين نسكروا الشارك تاعنا. ولا كيما راكم تشوفوا في هاد الكاسرونه واش كاين شربات كيف الماء زهر والسكر، بصح ما تجيش ثقيله كيما اللي درناها في الطليه. هذه خفيفه ديروا لها يعني 2 غليات وتنحوها، تعمروا بها. تحطوا الحبات تاعكم يتشمخوا ومن بعدك تصفوهم، تخلوهم لازم يصفاو، ومن بعدك ترملوهم في هاد السكر الكلاص تخلوهم لداخل، يعني لازم يكونوا ناشفين هكذا. تخلوهم يتقاطروا مليح في هذيك الصفايه اللي شتوها تشينيه، ومن بعدك تحطوهم الداخل، تدفنوهم يعني في هذا السكر كلاص، تخلوه للداخل، تبقى تحطه هكذايا، ومن بعدك تبدا تجبد بالحبه. وشنو مازال يعني سكر كلاص مازال تزيدوا ديروا له سكر كلاص بيان سور. هي راهي تمسح فيهم هكذا دوك، فهمتوا كيما راكم تشوفوا هنا راهي تمسح بالسكر كلاص، ومن بعدك تحطهم مازال تزيد، ومن بعدك ترش عليهم سكر كلاص بالصفايه هكذا الحباب باش تجيك حبه شابه. فوالا كيما راكم تشوفوا راهي تحط في الحبات وتخلي الاخرين توجور للداخل، لا تخليهم داخل دوك، ومن بعدك تبدا تجبد، بدا يتسقم دوك في الحبات تاعها. يعني هنايا راهي تسقمهم بالسكر كلاص، تمسحهم هكذا باش يجوك ليس، ومن بعدك مع الاخر تزيد دير لهم السكر كلاص من الفوق غير بالصفايه كيما قلت لكم هكذا الحباب. وهذيك سيري طاب فينال. فوالا شو كي شي تمسح في الحبه هكذايا غير بالسياسه، ومن بعدك تشوفها تسقمت مليحه، تشوف ناقصه شويه السكر كلاص تزيد لها، ومن بعدك تحطها هكذا. دوكا سيري طاب فينال راهي تشبح فيهم بالسكر كلاص من الفوق لازم. فوالا كيما راكم تشوفوا الحبات هذوما راهم واجدين، وصدقوني هي راهي تخدم. وانا اقسم بالله العظيم غير اليوغ يسيروا لي سيرتو في هذوك العرايش. فوالا الحباب هنا لحقنا نهاية هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك على القناة والضغط على الجرس، شرتو الناس اللي مازال ما ابونات ومازال ما عرفتناش. خاوتي ادعوا لها برك، هذا ما كان بالصحة ان شاء الله. وش نقول لكم؟ صحة رمضانكم وصحة صيامكم. سلام.